ابتسام ملياردير امريكي عنده علاقات مشبوهه كتير، خد 4 قطع من كسوه الكعبه، خد دي ان ايه 10 مليون مسلم عشان يتحكم فيهم غصب عنهم، راح الكعبه وعمل طقوس شيطانيه، بياكل لحوم بشر، مغتصب اطفال. نص الحكايه حقيقي والنص التاني فنكوش. عايز تعرف ايه الحقيقي وايه الفنكوش؟ تابعني للنهايه. احنا متفقين ان احنا هنمشي نقطه نقطه. اول فنكوش معانا ال 10 مليون مسلم. صعب جدا ان انت تاخد دي ان ايه 10 مليون مسلم من على قطعه قماش بقالها سنه متعلقه. كده اول فنكوش. طب فين يا عم أزة اللي مش فنكوش؟ استنى جاي لك في الكلام. اللي مش فنكوش في ست اماراتيه بعتت له 4 قطع من الكعبه. طب هو كان عايز ايه من قطع الكعبه؟ اللي انت هتقوله لي في تعليق، انا ما عرفتش اوصل للمعلومه دي. الحقيقه هو في 2017 سرب ايميلات ابتسام، في واحده اماراتيه بعتت له 4 قطع من الكعبه. الفكره ان الست كانت بعتهم له هديه وهو خدها هديه عاطفيه، مش موضوع دي ان ايه والموضوع اللي منتشر على السوشيال ميديا ده. احنا ما بنجريش ورا الكلام ده يا جماعه. الكعبه هتفضل مقدسه. تالت حاجه الصور والحاجات اللي فيها طقوس غريبه دي واكلين لحوم بشر والحاجات فنكوش. معظم الصور دي جايه من افلام او معموله بالذكاء الاصطناعي، منزلها عايزين ترند. انا مش عايز ترند، انا عايز اظهر الحقيقه بس. والله بيستن ده كان راجل فاجر الله يرحمه. اي نعم هو كان راجل فاجر وشيطان بس ملوش اي علاقه بالكعبه. في فتنه يا جماعه جايه من الغرب، وللاسف الترند جنن العرب، عايزين يطلعوا ترند فبيعرضوا الحاجات دي. المشكله ان في يوتيوبر وناس جامده في مجالنا طلعت تناقشها وتقول ايوه بتأيد الموضوع ده، وده مفيش منه من الصح. هو الموضوع جزئيا حقيقي، مش عشان تحليل الدي ان ايه والفنكوش اللي احنا ماشيين وراه ده والسوشيال ميديا كلها بنساق وراه. طب الحاجه دي وصلت له ازاي؟ الست دي نسقت مع واحد سعودي اسمه عبد الله العامري عشان يبعت للابتسام 4 قطع كسوه الكعبه يودهم له امريكا. الحقيقي بس في الموضوع كله ان هو اتسرب من ايميلاته فعلا ان هو خد الحاجات دي. يعني الايميلات بتاعته اتصورت منها ان هو كان مغتصب اطفال، ان هو جاله 4 قطع من الكعبه، جرايمه كلها ظهرت. اما الكعبه ملهاش اي علاقه بالموضوع كله، بس عشان الكعبه مكان مقدس للمسلمين، واكيد اخواتنا في السعوديه مش هيسمحوا بحاجه زي دي. يعني حتى نفكر يا جماعه. انا زعلان بس من الناس اللي هم الجامدين قوي في مجالنا ده، بيعملوا فيديوهات وبيقولوا ايوه حصل. يا جماعه انتوا طب راجعوا معلوماتكم، انتوا عايزين ترند بس. في الاخر يا جماعه ربنا يسترها على الامه العربيه، وكلنا شعب واحد وكلنا بلد واحده وكلنا عرب، ولا اله الا الله محمد رسول الله. صلى على النبي في التعليقات. حضرتك عايز المصادر اللي انا جبت منها المعلومات هسيبها لك في اول تعليق. شكرا.